الخرافة دي انا بصراحة عندي شكوك فيها. يعني مش اوكي متأكدة تمام، انها صح او لا. ولكن اه. يعني ما حسيتش ان المصادر لما جبت الخرافة دي، يعني ما حسيتش ان المصادر منطقية. اه. يعني لو انت معتمد على ما اقنعكيش ما يعني. اقنعتيش، ما اه. اقنعنيش. بيقولك انه بصمة الاصبع فريدة 100%. امم. يعني انه دي الخرافة، امم. انه وارد انه اتنين بصمة الصباع تتشابه. اوه. اه. يعني احنا دايما امم. لما انا علشان محبة لمجال ان انا اقرأ في الجرايم والكلام ده كله امم. والجرايم الحقيقية اللي امم. حصلت والتحقيق فيها والمسلسلات اللي بتتكلم عن الحاجات دي والجرايم الحقيقية والكلام ده كله، ففي حاجتين ما بنهزرش فيهم: امم. بس بصمة الصباع وفك الأسنان. ايوه. اه. دول اللي بتقدري تعرفي بيهم آه، لو انتي مفيش تحديد ترجع هوية، تجيب لو احنا مش عارفين الشخص اللي قدامنا ده مين. لو في مثلا لا قدر الله جثة او حاجة، حاجتين بنقدر نعرف منهم ده مين. قتيل مش لاقيين محدش نعرف تعرف عليه. عنه اي اه، معلومة. حاجتين: يا اما ببصمة الصباع يا اه. اما بفك الاسنان. بالظبط. بنقدر نجيب منها امم. تاريخه المرضي امم. فبنعرف هو مين. امم. فخلاص دول حاجتين ما بنهزرش فيهم. ايوه. لان بقية الحاجات اللي هي البايومتريكس، اللي هي بتاعة العين. امم. العين يعني بتتحلل على طول، فانت ما تقدريش تجيبي بصمة اه. العين عشان ايوه. تقدري تعرفي بيها مين ده. اه. تمام. فلو لقينا جثة بقالها فترة العين تحللت مش هنقدر مش نعرف هنقدر نعرف منها، منها ولكن حاجة. الأسنان بصمة هي آخر حاجة آخر بتفضل حاجة. ما بتاع. مم. والبصمة دي أول حاجة، أول ما تبقى فيه بتاع. مم. فدول حاجتين ما بنهزرش فيهم. أيوة أيوة. فبناء عن مع خبرة 20 سنة كتير. في مجال تحقيق الجرائم، كتير. ما أيوة بنهزرش أيوة في بتاع. أيوة. لكن فبيقول لك ايه، انه مع ان احتمالية تشابه البصمات قليلة جدا الا انها مش مستحيلة تماما، خاصة لو فكرنا في عدد البشر اللي عاشوا عبر التاريخ واللي هيعيشوا في المستقبل. مم. بعض الخبراء بيقولوا ان الاحتمالية ممكن تكون 1 في 64 مليار. يعني 1 كل 64 مليار بني آدم، 2 هيبقى فيه عندهم نفس بصمة الصباع. بصمة تتشابه مع 64 مليار. فطبعا لما تيجي تحسبي عدد هي البشر، واحنا عايشين بقالنا 200 ألف سنة. احنا يعني عايشين يعني او بدأنا ان يبقى في اتنين بصمتهم زي بعض بدأوا يظهروا كل 64 مليار. كل 64 مليار. احنا لحد دلوقتي ما صادفناش ده. لسه ما لقيناش ان في اتنين تشابهوا في بصمة الايد بالظبط. دي. الخبراء بيقولوا ده على اعتبار ايه، انه في بني ادمين كتير عاشوا طول 200 ألف هيبقى سنة، في وفي بني ادمين كتير هيعيشوا في المستقبل. بالظبط قديما فاحتمالية في ناس كتير وحديثا هيبقى في ناس ومستقبلا هيبقى في ناس كتير غير كتير الناس اللي موجودة غير الناس دلوقتي. الموجودة. ففكرة ايه بقى، انه انت باني نظريتك على الناس القديمة اللي احنا ما خدناش بصماتهم، والناس مم. اللي في المستقبل اللي احنا مش هنعرف ناخد بصماتهم، فانت مم. باني نظريتك على بني ادمين مش موجودين. مش موجودين دي حاجة اصلا. مش مقنعة بالنسبة لي. بالظبط بالظبط. واخده يعني بالك؟ انت يعني انت باني نظريتك على ناس احنا ما خدناش بصماتهم، صح. اللي هي الناس اللي عاشت قديما وما كانش فيه مم. تكنولوجيا مم. البصمات. البصمة بالظبط. وبناء على نظرية انه بني ادمين هيبقوا موجودين مستقبلا، انت مش هتبقى حاضرهم انت عشان مش هتبقى تقدر موجود. تعمل تحليل. فانت قلت منين ان تكذب. ان بصمة الاصابع دي هتتشابه في كل في واحد، كل كل 64 64 مليار. مليار. جبت الرقم بالظبط منين؟ انت ما بالظبط. عندكش معلومة ملموسة. هو ولكن قعد انت مخمخ. فكر كده في ساعة العصرية، وقال لك ايه، هل بصمة الصباع تتشابه؟ قال لك لا، هي هو كل الناس بتقول لا، انا عشان انفرد هقول انها ايوه، بقى كل 64 مليار هيجي واحد عملت شبه النظرية دي بناء التاني. على ايه بقى؟ احنا اصلا عندنا اه. تقنية بصمات الاصابع دي بقى لنا مثلا بتاع 40 سنة 50 سنة. يعني في ان هي دخلت في فكرة الداتابيز بتاعت الجيش البوليس وكده، ان هم اه يحققوا في الجرائم بالظبط. ببصمة الاصابع. دي تكنولوجيا بقى لها 40 50 سنة. بالظبط. ايه بقى كم المعلومات اللي عندك اللي انت قلت على اساسه البني ادمين اللي عاشوا والبني ادمين اللي جايين، اللي جايين فهيبقى في هيبقى 2 فيه كل تشابه. 64 مليار. انت جبتها منين؟ جبتها منين انت زي ما لا تقول. عندك معلومات قديمة ولا تعرف مم. معلومات هتحصل قدام. ايوه صح. فما جبتها منين؟ فمش متأكدة من فالموضوع ما دخلش دماغي بصراحة. بالظبط. وانا كمان مش مقتنعة بيه بصراحة. يعني ما انت حصلش اصلا دي لغاية فرضية. دلوقتي تشابه يعني، فمش معقولة. يمكن حصل وانا يعني ما واحنا ما بحثناش عندناش ما
عندناش معلومه. ولكن ايه يعني بس ما قبلكيش يعني ما قبلكنيش زي لا. كده ان في حد تشابه معاه بصمة اصابع بتاعت حد تاني؟ طب قولوا لنا يا جماعة في الكومنتات لو عدى سمعتوا عليكم اي قضيه حاجة كده؟ حصل فيها الكلام ده، ان في حد تشابه ان عنده مشكلة نتيجة ان هو يعني ما هو هيبقى في حد تاني عمل مشكلة وهيتلبس هو فيها بالظبط. بالبصمة يعني دي بقى. هنبقى محتاجين حاجات كتير نتاكد منها. الموضوع هيبقى صعب، مم. صح. الناس اللي بتتابع الخيال العلمي والكلام ده كله، في فيلم مشهور ونظريات لناس كتير مشهورة بتقول ان احنا بنستخدم من 10 ل 20% من قدراتنا الدماغية، مم. وان احنا لو من 10 ل 20% من قدراتنا الدماغية. يعني احنا كل اللي بنستخدمه في دماغنا من 10 ل 20% بس، مش من ده اللي الافلام بتاعت الخيال العلمي أوكي. بتقول. بتاعت وان الخيال احنا العلمي. وان احنا لو وصلنا ان احنا لقدرة 100% من قدراتنا الدماغية، هنقدر ان احنا نتحكم بالاشياء بالنظر، ان انت تحركي حاجة من هنا لهنا بنظرك، وان انت بتاعت تعلي الخيال العلمي. وان انت تعلي قدراتك الدماغيه، ان انت تقدري انك انت تحللي كل المعلومات اللي حواليكي وتختاري القرار الصح. يعني هيبقى قدراتك اعلى لو لما تستخدمي كل 100% من المخ. القدرات بتاعت الدماغ. ولكن ده مش صحيح. ده مش صحيح. مش هنقدر نعمل كده. لا مش هنقدر نعمل كده. احنا بنستخدم تقريبا كل المخ، ما بنستخدمش 20% ولا حاجة. ما انا بقول كده معقولة يعني الواحد كل ده بيستخدم 10 20% بس من المخ؟ امال بقيته بيعمل ايه؟ نايم؟ مش فاهمين. ما اعرفش هم جابوا النظرية دي منين، لان انا اول مرة شفت الفيلم ده في فيلم مشهور جدا لممثلة اجنبية مشهورة، ان هي واللي هو الممثل الاسمراني مورجان فريمان، اللي هو اللي انت عارفاه الاسمراني المشهور انا ده. بحبه. ايوه. وان هو في بداية الفيلم هو طالع امام الجمهور بيقول احنا فقط بنستخدم 20%، فدي افتتاحية الفيلم. ايوه. فانت خدتي انا خدت المعلومة يعني مسلم بيها. مسلمات. ده مدام وامنت وراك. الفنان احنا بنحبه جدا، مادام هو قال كده يبقى صحيح. يبقى صحيح. يبقى فهو امنت وراك. يا جماعه، ده فيلم يا جماعه. فبيقول لك الكلام ده مش صحيح. الفيلم ده اسمه لوسي يا جماعه، لو حد حابب يشوف الفيلم اسمه لوسي. هي الممثله بتتعرض لتجربه علميه معينه بتخليها تستخدم 100% من دماغها. فدي احدث فعشان كده كانت دي الافتتاحيه بيقول ان احنا بنستخدم من 10 ل 20% بس، ولو استخدمنا بقى 100% هنقدر نعمل حاجات كتير، نقدر نتحكم بقى في الكون بالظبط، ونمشي حاجات ونجيب حاجات بالنظر والكلام ده كله. وان احنا نقدر نتحكم في الاحلام واحنا نايمين، ونقدر ان احنا نستخدم يعني ناخد عدد قليل من الساعات في النوم، ما نحتاجش 8 ساعات و9 ساعات، نقدر نستخدم عدد ساعات اقل عشان نريتشارج وكده يعني. فده كان المحتوى بتاع الفيلم. تمام، ده من غير حرق يعني، من غير حرق. اللي حابب يشوف الفيلم ده من غير حرق. فبيقول لك تقنيات التصوير الطبي بتظهر ان معظم مناطق المخ نشطة حتى وقت الراحة، وحتى اثناء المهام البسيطة المخ بيفضل شغال. فاحنا بنستخدم 100% من مخنا يا جماعه، مفيش بونص، محدش ينتظر ان هيبقى حاجه اوفر. ايوه، لا كده احنا بنشغل المخ كله. ايوه. هقول لك بقى شويه حاجات كده خرافات سريعه. ماشي، سريعه يعني، مش هنخش في تفاصيل فيها، مواضيع بقى حاجات بسيطه، حاجات احنا ايه يعني مش يعني خلاص ما فيهاش تفاصيل كتير، بسيطه. بيقول لك انه ان شرب الميه الكتير بيطرد السموم من الجسم. دي خرافه ان شرب الميه الكتير بيطرد السموم من الجسم. الكبد والكلى هما اللي بيتولوا مهمه تنظيف الجسم من السموم. شرب ميه زياده عن الحاجه مش هيسرع العمليه دي، وممكن يكون ضار. فما نشرب الميه المعتدله، ما نشربش ميه كتير اللي هو فجاه نقوم نشرب لتر ميه، عشان ده برضه غلط. فانتي المعتدل الكوبايه كل ساعه او كل ساعتين اللي هي 500 او 600 خلاص دي تمام. انما شرب الميه الاوفر انتي بترهقي الكلى والكبد، وهم اصلا قايمين بوظيفتهم، لانه انت بتشرب الميه وبتقوم تخرجها، فانت اللي انت بتعمله انك بترهق الكلى، بترهقها انها تطلع ميه على الفاضي بس. بالظبط. البرد مش بيجي من البرد.
اوكي. تمام. نزلات البرد اللي هي ال- انفلونزا والحاجات دي مش من البرد. بالظبط، البرد بيجي من الفيروسات مش من الجو البارد، فيروس. لكن البرد ممكن يضعف المناعة فنبقى أكثر عرضة للعدوى. اوكي. في خرافة كمان ان انا ما سمعتهاش قبل كده، يمكن تكوني سمعتيها قبل كده، ان الشعر والاظافر بيكملوا نمو بعد الموت. بيكملوا نمو بعد الموت. لا انا سمعت ان الشعر مش بيتحلل بسرعة، يعني بيفضل موجود فترة طويلة. بيقول الأظافر، الشعر والاظافر بيكبروا بعد الموت، بيقول لك ده بينمو. بيقول لك دي خرافة. ايوه. الحقيقة ان ده وهم بصري، اللي بيحصل ان الجلد بينكمش، فالشعر بيبان ان هو اطول، او ان الاظافر تبان انها اطول. ايوه. لكن الجلد بينكمش وبيفقد كل المية اللي فيه، والجلد بيفقد كل الكولاجين وكل الميلامين وكل الحاجات فنتيجة ان الانسان بدأ يكش بينكمش، ويتحلل فيبان فبيبان ان الاظافر الاظافر والشعر طولت اطول. والشعر بقى طويل، بس هم هو ده وهم بصري. بنفس حالتهم، هم وهم. بالظبط كده. فدي كده كانت مجموعة من الحاجات الخرافات الشائعة عن جسم الإنسان. وأنا بعد كده أنا هأعلن إعلان ايوه من هذا المنبر. تمام. انطلق. إن أنا هطرقع صوابعي كل يوم، مش هيهمني هطرقع حاجة. عادي، انا كنت خايفة اطرقع قبل كده. ايوه بالظبط. اكتبوا لنا انتوا كمان لو قابلتكم حاجة كنتوا فاكرينها حقيقة وطلعت خرافة، اكتبوا لنا عليها في الكومنتات. بس كده ما عندناش حاجة تانية. هنقول لهم بس اعملوا لايك وسبسكرايب. بالظبط. اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف كل جديد. وما تستنونا الحلقة الجاية الأسبوع الجاي. الحلقة الجاية. باي باي. اشوفكم بعدين. باي باي.